شرف بمقابلته. أولا نحن الآن في ليفربول ومركز تدريبه، لدينا ساديو ماني ومحمد صلاح، وهذا الرجل مرحبا بك. أتمنى أن تكون سعيدا جدا بأن اللاعبين من فريقك سوف يربحوا أحد منهم هذه الجائزة. أنا حق سعيد بهذا وممتن جدا لأنكم اخترتم لاعبين مميزين جدا، وسعيد بأن الجماهير قامت بالقرار الصحيح. هل أنت مستعد؟ دعنا نرى من فاز. أنا أعلم بالفعل. دعونا نجد الفائز بجائزة BBC. نعم هذا صحيح. تهانينا محمد صلاح على جائزة BBC. إنها جائزة مهمة جيدة للاعب مميز جدا في ليفربول. كيف تشعر الآن بفوزك بهذه الجائزة؟ أنا سعيد جدا بفوزي بها، إنه شعور خاص ولحظة فريدة، وأريد جدا أن أربحها العام المقبل. هناك جمهور كبير خلفك قاموا بالتصويت لك، فمن تريد أن تشكر؟ أريد أن أشكر كل أصدقائي في الفريق وكل من يعرفوني ومشجعيني، فأنا سعيد جدا في هذا النادي ومدربي والفريق الفني، وكل منهم أسعدني العمل معهم بشكل كبير. فالموسم السابق كان جيد مع روما كذلك، وبالتالي أشكرهم وأشكر كذا المنتخب المصري. فشكرا لهم لأنهم جميعهم تعبوا وعملوا منتهى الاحترافية. إنه الآن فاز وربح، ونجاحي جزء من نجاحي. ما رأيك في من تدربهم؟ الجميل أن صلاح ما زال صغير السن، وبالتالي هناك فترة كبيرة يتحسن فيها بشكل أكبر وأن ينمي إمكانياته، وهذا ما يجب أن يفعله. أسعدني حقا العمل معه. محمد اللعب مع ليفربول كمثلية، كيف تشعر تجاه هذا وكيف ترى المستقبل للاعبين المصريين؟ دائما أفكر بأنني سأمضي في طريقي، وأريد لكل اللاعبين أن يمضوا كذلك في طريقهم وأن يحذوا حذوي، لأنني رغبت أن أكون الأفضل وأن يكونوا جميعهم أفضل لاعبين مصريين، بالتالي يجب على الجميع العمل بمنتهى الجد. أنا أقوم بعمل جيد الآن وألعب في ليفربول، وسعيد وفخور بذلك كثيرا، وبالتالي يجب علي أن أعمل منتهى الجد وأن أكمل في هذا. لقد تشاهدت محمد صلاح في كأس الأمم الإفريقية، لقد كان سريعا جدا. ما رأيك في ذلك؟ دعنا نقول أنه سريع بشكل جيد، ولكن دعنا نقول بأنه قام بأشياء مميزة كثيرة. تهانينا محمد صلاح، شكرا لك كثيرا على استضافتك. تهانينا، شكرا.